السلام عليكم. مقادير بسيطة بأقل تكلفة غتحضروا هاد الطرطة هادي. خليكم معايا حتى نهاية الفيديو ونشوفوا السر فين كاين. اول شيء غادي نحضر الجينواز 3 بيضات. نفصلوا الصفار على البيض. غادي نطرب البيض مع رشة ملح، غنطرب حتى نشوف بان داك البيض بدا كيطلع. غادي نضيف السكر 90 غرام، غنضيفو بالتدريج. كنطرب هنا كنضيف السكر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. وهنا الطراب خصو يكون على اقصى سرعه. صافي غنبقى نطرب حتى كنحصل على المورانغ اللي غيكون على شكل يعني الفوي ديال الطراب. خصني نشكل عليه منقار العصفور. هنا كنعرف بان المورانغ ناجح. ثم نبقى نضيف اصفر البيض غنضيفو بالتدريج، وغادي نعمل السرعه ديال الطراب على الدرجه الاولى. غنطرب وانا كنضيف صفار البيض. بالنسبه للنكهه اللي نكهو بها الخليط، سكر فاني. اذا كان سكر فاني نضيفوه مع السكر، اذا كانت فانيليا سائله غنضيفوه هنا في هذه المرحله هذه. انا ما تصورت لي شي لقطه ديال الفانيليا السائله. صافي هذا هو القوام ديال الخليط. هنا غنضيف 90 غرام كذلك، يعني قد الدقيق قد السكر. هنا 90 غرام ما بين الدقيق والكاكاو. بغيتو تخليوها كامله دقيق يعني تخليو جينواز فاني خليوها فاني، بغيتو تعملوها بالكاكاو يعني جينواز الشوكولا لكم الاختيار. هنايا غنبقى نضيف الدقيق. عندي 60 غرام ديال الدقيق غربلته قبل مع 30 غرام ديال الكاكاو، وغادي نبقى نغربل بالتدريج كذلك على الخليط بالفوي من الاسفل الى الاعلى، باش كنخلي داك الهواء اللي طلعت ما يهبط لي شي الخليط. هاد الجينواز كتجي ناجحه بدون خميره وبدون محسن للكيك. ما تخافوش منها تقولوا لا بدون خميره ما غطلع لي شي، لا جربوها راه كتجي مرتفعه وهشيشه، كتجي واعره بزاف. صافي هنايا كنكون ديجا حضرت المول اللي غلفته بالبابي كويسون. غادي نخوي فيه الخليط وغادي نعملو في الفران طيب من تحت، ثم نشعل عليها من الفوق حتى كتحمر. وها هي الجينواز ديالي واجده. غنحيدها ونخليها حتى تبرد عاد نقطعها. بالنسبه للطبقه المقرمشه، باش تكون هاد الطرطه هادي اقتصاديه كما قلت لكم غنستعملوا الفويتين. هو اقتصادي جدا، الثمن ديالو ماشي غالي، رخيص بزاف، ممكن تحضروا حتى في المنزل. عندي انا فيديو خاص على الفويتين في المنزل، التحضير ديالو ساهل جدا. المهم ذوبت الشوكولا غيش 100 غرام ديال الشوكولا، 2 معالق ديال الزيت، ضفت له الفويتين غلفته بالشوكولاط مزيان وغنحيدو جانبا. صافي ها السر اللي غيخلي هاد الطرطه هادي غتجي كتحمق مذاق يا سلام. جربوها وردوا عليا. 2 ديال الفلون في كل طبقه. انا عملتها 2 طبقات. الا كنتو تعملوا طبقه واحده يكفيكم هاد المقادير اللي غادي تشوفوا، يعني 2 فلون مع 80 غرام ديال كريم شونتي غابره. غادي نخلطهم مزيان شويوش حتى يتخلطوا مع بعضهم باش ما تطايرليش ديك الغبره. عاد غادي نخدم الطراب الكهربائي. غنبقى نطرب مزيان وخا فصل الصيف وخا السخانه. شوفوا لي التماسك ديال هاد الكريمه ما كطيحش من المريز. شوف انا يعني انا احب يعني تعمدت نصور لكم هاد اللقطه هذه باش تشوفوا كيفاش انني كنضرب بالماريز على الغراف اللي عملت فيه البوش وما كتبغيش يطيح من قوه انها متماسكه ما شاء الله. غتعجبكم بزاف هاد الحشوه هذه خصوصا فصل الصيف. انا شنو عملت في الطورطه هذه؟ انا عملتها من داخل وغلفت بها الكيكه. هنا خليت الكيكه حتى بردات مزيان الجينواز ديالي. يعني الافضل انكم تخليوها تبات حتى لغد ليه عاد تخدموا بها، لكن الا كنتم مزروبين تستناو عليها حتى تبرد ثم قطعوها. صافي هنايا غادي نمونطيو الطرطه ديالنا. غادي نجيب الكيكه غادي نسقيها بالسيرو، غادي نجيب الكريمه غادي ندوزها كما لاحظتوا. المهم الفيديو كيشرح راسو، طريقه سهله
غادي نبسطها هكذا بالملعقة بالماريز بأي حاجة عندكم اللي كتجي شي حاجة سهلة يستعملها بلا ما نعقدوا الأمور. صافي أنا كنستعمل فرشيطة في الطبقة المقرمشة، كتعجبني نستعملها علاش لأن كتساعدني باش كيتوزع لي ديك المكسرات كيتوزعوا لي مزيان. صافي من بعد غادي نجيب الكريمه كذلك وغادي ندوزها من الجوانب ثم نغطي بها الطبقه المقرمشه. غادي نجيب الكيكه الثانيه وغادي نسقيها كذلك بالسيرو، نحاول ما يمكن نبسط شويه باش تشبر في الكريمه. وغادي ندور بنفس الطريقه الكريمه بهذا الشكل. صدقوني هاد الطرطه هذه كتجي واعره في المذاق واقتصاديه وما كديرش الوقت بزاف، يعني التحضير ديالها ما كياخذش بزاف الوقت. صافي بنفس الطريقه كيف عملت في الطبقه الاولى غادي نعمل في الطبقه الثانيه. الكريمه تبارك الله ما شاء الله شحال متماسكه، يعني شوفوا شحال كنديو نجيب فيها وهي ما شاء الله متماسكه وعاقده، ماشي بحال ديك الكريمات دغيا كيسيحوا خصوصا في الحراره. جربوها وما غتندموش وغتنقام عليكم. هاد الطرطه هذه اقتصاديه جدا وباقل تكلفه. انا تهليت في الطرطه الطبقه المقرمشه متحسب الطبقه الثانيه. غادي ندوز بالكريمه كذلك. صافي من بعد نغطي بواحد الطبقه رقيقه فوق الطبقه المقرمشه. صافي نحاول ما امكن نوزع الكريمه كامله على الطبقه المقرمشه وغادي نجيب الجينواز الطبقه الاخيره غادي نسقيها وغادي نحطها على الكريمه. هنا كنحيد ديك الزوائد ديال الكريمه اللي كتكون خارجه. صافي غطيت الكيكه وغلفت الكيكه بنفس الكريمه، غادي نغلفها. صافي غير بشويه غادي نحاول نفينيها مزيان. صافي غادي نجيب الكريمه واحد الكميه ديال الكريمه ضفت لها الملون في البني وحاولت عملت هاد الورود. التزيين دائما كيبقى على حسب الرغبه كل واحد. انا حبيت نبقى في اطار البساطه وفي اطار اقل تكلفه في وقت وجيز باش دغيا نحضروا الطرطه هذه. كان هذا هو الشكل النهائي. شكرا على المتابعه والى فيديو قادم بحول الله والسلام عليكم.